بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني هذا حوار قصير مع الأسرة المسلمة التي استضافت الأخت الكاملة شحاتة زاخر زوجة الكاهن المنياوي تداوي السمعان، والتي أسلمت لربها ثم هاجرت إليه وتركت بيتها وذهبت لكي تشهر إسلامها، ولكن سلمت إلى الكنيسة ولا نعلم مصيرها حتى الآن. هذه الأسرة المسلمة هي معنا الآن في حوار حول تفاصيل إسلام الأخت كاميليا والتفاصيل التي كانت عليها الأخت قبل أن تسلم إلى الكنيسة. معنا أخونا أبو محمد وابن محمد والأسرة كلها معنا إن شاء الله تعالى في حوار قصير. فأخونا أبو محمد يريد تحدثنا عن إسلام الأخت كاميليا والتفاصيل والحيثيات التي كانت عليها قبل أن تسلم إلى الكنيسة. بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونصلي ونسلم على الأخت كاميليا جزاها الله خيرا وردها إلينا سالمة مسلمة ومؤمنة إن شاء الله تعالى. تبدأ القصة معها أنت جاءت مكالمة تليفونية من طرفها فقالت نريد أن أعتنق الإسلام. طيب أنت من أي القرى؟ قالت أنا من درماس. طيب يعني أنت تأتي؟ قالت يعني في الميعاد تحدده. فأنا قبل ما يأتي البيت والمكان والأحوال دي حوالي يومين كده هي اتصلت تاني، كانت هي مستعدة ومجرد ما قالت أنا مستعدة الآن. كان وقت متأخر من الليل فانتظرت في مكان اللي قلت لي عليه ورحت مواصلة جبتها على البيت. رأينا فيها من البداية والله الصدق والأمانة والإخلاص والنية الخالصة للإسلام فعلا. فالأخت لا يختلف عليها مسلم ولا مسيحي من ناحية أخلاقها العالية والأمانة والصدق والمعاملة الطيبة مع كل الناس. فعاشت بيننا حوالي يعني 3 ل 4 أيام ثم زرت بها إلى القاهرة. فكانت في خلال 4 أيام دول كثيرا ما تقرأ القرآن وكثيرا ما يعني تسأل عن أمور الدين، وكانت يعني فعلا كل أذان صاوية. ولاحظت فيها تضحية من أجل الله عز وجل عندما تركت ابنها سنه 1.5 سنة يعني من أجل الله عز وجل. فهذا لا ينم إلى عنها يعني إنسانة مضحية من أجل الله عز وجل. يعني كان زوجها كما حكت لي له أمانات عندها، يعني تبرعت من الكنيسة كده، لأني عرفت فيما بعد أن زوجها قرمس. عرفت أن زوجها قرمس فقالت له هو كان بيعمل تبرعات بالكنيسة، فكنت بحطها باسمي في صندوق البريد. فراحت صرفتها حوالي 35,000 جنيه وحطيتها في مظروف وكتبت عليه ده كل الفلوس اللي باسمي بتاعت الكنيسة، لأن عارفة لو أنا مشيت أنت مش هيجي تصرفها تاني. بس ما قلتلوش كده يعني، قالت له في وجود لا كتبت عن مظروف يعني. فبعدين خرجت وأتت إلينا يعني. فمن ضمن برضه الإخلاص بتاعها وإن هي داخل الله عز وجل أو الأمانة، فبرضه سابت باقي ذهبها في البيت. قالت البعض بعته والبعض تركته. قلت له والله أنا طبيعي لو أنت جبتيه الإسلام كان هيرجعه، فكنت راجع فلوس لأصحابها والذهب لأصحابها. المهم يعني لقيت إنسانة يعني حتى جاءت مغتسلة يعني، وده سبب يعني أنت لسه جديدة. إنما الذي يخاف الله ويخشى عقابه هم العلماء. فقلت الآن أنا ارتحت جدا لهذا العمل أو لهذا الرأي يعني أو لهذا التفسير. فربنا يكرم يعني أسرت الأسرة كلها
وحبوها وحبتهم. حتى كان عندي بعض الأخوات برضو اللي كانوا يعني يريدوا الإسلام، فكانوا يعني مزايا في الاهتمام، فكان كثيرا نقول لهم لا دي فرصة، يعني حاولوا تهتموا شوية وربنا يكرمنا وإياكم. يعني انتوا خرجتوا وسبتوا أهليكم، فلابد ان يعني تأخذوا الدين يعني بجد شوية. وأخيرا سافرت بها للقاهرة لشهادة اللي طلع من الأزهر شهادة اعتناق، ثم توثق من وزارة العدل بالإشهار. بعد كده لو أنا تمكنت، ولكن القدر حال دون ذلك، إن أنا أمسك الشهادة بعد ما أوثقها من وزارة العدل، ما في أحد يستطيع أن يرد. ولكن حدث هناك ما لا يحمد عقباه، وحسبنا الله ونعم الوكيل. كل ما الأول نحن أول يوم دخلنا الأزهر، وكان معي واحد تاني اسمه أبو يحيى، فربنا كرم يعني عملنا الورق وجاب على التوقيع. الظهر الأيضا ذهبنا تأدية صلاة الظهر، ثم رجعنا. كان في اليوم ده حوالي 10-11 حالة وتشهر أو أكثر. فأنا بقول لهم يا ريت عشان احنا صعيدة، وبعد شوية عايزين نورق الأخت عشان نقدر نلحق وزارة العدل النهارده. فاسمها ايه؟ قلت اسمها كان ليش حاجة. فمسك الورق وقال وراح ضرب كف كده وقال لا دي جاية يعني أوامر بإن دي هتحال بكرة إن شاء الله، تجي بها بكرة، هتحال اللجنة من القساوسة بحضور الأمن، وغررونا بكلمة وإن أصرت فانطلع لكم الشهادة، وإن كان رأي خلاف ذلك يعني تظهر مع القساوسة. وعلى هذا الأساس يعني رجعنا في نفس اليوم بدون أن نفعل شيء غير أن وقعت الورق ومازال في الأزهر يعني. ووقع شهود برضو على ذلك، هذا شهادة الاعتناق. ثاني يوم محتارين نروح ما نروح. يعني هو في ورق موقع عليه بإيديها في الأزهر؟ أيوة في ورق موقع بإيديها على شهادة الاعتناق في الأزهر، ماضي موقع واثنين شهود موقعين برضو وصور ذكركم من أجل. فربنا يكرم، قعدنا نروح مع بعض أنا والأخ اللي معي ده، نروح بيها تاني ما نروحش لأن خباها شوية. لا كده أنا كان رأيي حقيقة ما نروحش، ولكن لما لقينا الأخ ده قال الكلمتين دول وراح داخل لجوه والقناة يتصل بيه، عرفنا انه بيتصل بالأمن، فقلنا احنا نسبقه ونتصل ونحكي لهم الحكاية. فاتصلنا بأمن المنيا بحيث انه المحافظة التابعة عليها، وحكينا لهم الحكاية. قالوا طيب خليكم معنا على التليفون دايما واحنا نقول لكم تعملوا ايه. بصراحة كنا نرى فيهم صدق في الكلام يعني، والله أعلم بالنوايا. قلنا خلاص بلاش تروحوا بكرة، فخلاص سمعنا وطاعة. فبعد شوية في الفجر كان في الوقت ده في برماز قامت يعني نظام مظاهرات وملوا مظاهرات والمنة مظاهرات ومجازين اتوبيسات وركبوا فيها وجايين للأزهر. فالأمن المنيا منعهم كلهم من السفر للأزهر، وظن منه ان كده بيجي الموضوع في الأزهر آمن ومحدش جاي. فاتصل بينا الساعة 7 الصبح وقال يلا الطريق مفتوح قدامكم، حاولوا تخلصوا أوراقكم واحنا أمامنا الطريق. ففعلا ركبنا عربية ورحنا بدري، ولكن يعني عقبال ما وصلنا في الزحمة وكده لقينا أنا يعني حقيقة اللي شفته في الأزهر كأنه ليس الأزهر، يعني الأحوال تؤسف، يعني قساوسة كثيرة وبر المبنى وخارج المبنى وداخله، وأمن يعني كثير جدا. ويمكن احنا قلنا لها بره لما شفنا الوضع كده، عرفنا مكان العربية ورقم العربية ودي عارفة لونها واديناها المفاتيح وقلنا لها انت يمشي ورانا بشوية، في حين لو زلنا قلت الأمور ترجعي أو نشوف نديكي شهر ترجعي وكأنك لا تعرفين ولا نعرف. وفعلا من على الباب يعني وجدنا هذا الأمر، فأشرنا لها بطريقة خفية، رجعت هي منتقلة طبعا محدش يعرفها،
ولكن احنا الاثنين شكلنا معروف، فمشى علينا مسؤول امن ومعاه واحد من النصارى، فبيقول بطيبكم. فقلنا له بصراحة احنا مش يعني احنا داخلين كفرائية ولا داخلين ازهر نصلي، احنا مش عارف هو تخصص هذا بتاع ده، خصصتوه اديتوه يعني بعتوه، احنا مش عارفين اذا كان يعني بيجي كفرائية بين يوم وليلة. الازهر الشريف منبع الاسلام في القاهرة وفي الوطن العربي كله بل في العالم كله، بعتوه، يبقى نأسف للقساوسة ونقول لهم احنا داخلين غلط.